ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ معلش اتاخرت عليكم، بقى لي حوالي اسبوعين ما نزلتش فيديوهات. انا هحاول ما اطولش قوي في الفيديو ده. شويه نقط بس حبيت اتكلم فيها. اولا عزائي للاسر اللي مات لهم 18 بنت في الحادثه الاقليميه اللي حصلت على طريق المنوفيه تقريبا. البنات دول ماتوا عشان 130 جنيه. 130 جنيه بالدولار الامريكي حوالي اقل من 3 دولار امريكي، يعني 8 كوبايه قهوه في امريكا. يعني هم ماتوا عشان خاطر يجيبوا 130 جنيه. ماشي، بغض النظر ان هو ده يعادل كام بالدولار الامريكي. النقطة في ان طبعا انا اتكلمت قبل كده في فيديو وقلت ان المواطن المستقر انت وقعت في الفخ، ان معنى ذلك ان انت الناس اللي ماشية جنب الحيطة، لا احنا نمشي جوه الحيطة نفسها. احنا ملناش دعوة بالسياسة، احنا بنحب الجيش، احنا بنحب البيادة فوق راسي، والكلام اللي بنقعد نسمعه كلام غريب ده. احنا هناكل اللحمة بتاعت الجيش وهنعمل مش عارفة ايه واحنا ماشيين وراك يا ريس، وماشيين ورا الجيش، وماشيين ورا الحكومات، واحنا عايزين نعيش في سلام، وبتوع الثوره دول خربوا البلد، وكل الكلام ده. الناس دي في الاخر اللي هي فاكره نفسها مستقره هي اللي بتدفع الثمن. لان انت دلوقتي مفيش حد بيتحاسب، يعني محدش بيتحاسب. يعني هي مصر اتدينت واخدت فلوس كتير ومديونات كتير عشان خاطر تعمل انجازات، والانجازات عباره عن طرق وكباري، ودي حادثه موت حصلت على طريق. فيعني انا مش فاهمه انجازات لمين. انا قلت قبل كده الناس اللي معاها فلوس هي اللي بالنسبه لها مصر حلوه، لان هي هتعرف تروح شرم والغردقه والساحل، هتقدر تعيش في الكومباوندات، هتقدر تروح المحلات الذهب تشتري منها اللي هي عايزاه. حتى مش مضطره تمشي، يعني هتمشي يعني هتعيش في مصر بطريقه احسن. لكن الناس الغلابه اللي هم بيعيلوا اهاليهم، اللي هم عايزين يجهزوا نفسهم، اللي عايزه تتعلم حتى بفلوسها، هي اللي هتتكربس في ميكروباص وتموت يعني. وفي الاخر هيرموا لاهلها شويه فلوس. لان انا قلت قبل كده احنا في مصر بنتعامل كاننا مش مواطنين. انتوا عبيد، يعني انت مش مواطن. احنا بيعتبرنا رعاية، والراعي زي العبد شوية. يعني انت عبد ما تتكلمش، انت مالكش حقوق ان انت يبقى ليك مواطن وتصرف وتقول حقي. وفي الاخر بيساوموا اهاليهم على كام 1000 جنيه، يعني ان هم يدوهم للناس. وبعد كده يقعد يقول لك، والناس بقى طبعا كالعاده اللي تبع النظام واللجان والناس اللي بتطبل للحكم الديكتاتوري، والناس اللي ضد الديمقراطيه بكل جوارحها، والناس الانانيه المريضه نفسيا اللي ما بيفرقش معاها غير نفسها، تقعد تقول لك اصل انا الحادثه دي ما بتحصل في بره. طب يعني هو كان هيعمل ايه؟ هيمشي ورا السواقين؟ لا، في حاجات كتير ممكن تتعمل. يعني انت لو انت عندك طرق زي دي، انت السواق ده شارب وسايق عربيه وماشي مسافه كبيره عكسي، كل ده مفيش حاجه من وسائل القانون او المراقبات اللي انت حاططها فوق راس الناس راقبته ومسكته. يعني انت في جوه البلد بحكم بدافع الارهاب وان احنا نمسك الاخوان والمتطرفين والكلام ده كله، لو حد نزل بوست بتروح تجيبه من بيته، لو حد رسم رسمه مش عاجباك بتروح تجيبه من بيته. موقف كمان في كل حته في مصر، وتفتش الناس وتفتش الميكروباصات وتنزلهم، واللي معهوش بطاقه واللي معاه ومش جاي على هواك بتوديه الاقسام، وتحري ومش تحري. فواحد طريق زي ده يعني انت سايبه من غير اي عربيات تفتيشيه. يعني هنا في كندا مثلا عشان السرعه مش محدش يجرؤ اساسا يمشي عكس الاتجاه بالطريقه دي يعني. بس عشان خاطر السرعه وان الناس ما يبقاش الطريق مثلا فاضي، ولو الفجر مثلا، فاحنا في سرعه على الهاي واي اللي هو الطريق السريع 100، عشان حد ما يتعداش فوق ال 120 بكتير ويحصل حوادث زي دي. بيبقى في عربيات واقفه من البوليس على جوانب الطريق، اسمها عربيات بوليس نفسها او اندر كفر، يعني عربيه ملاكي بس فيها بتاع بوليس، عشان خاطر الراجل هو اللي سايق او اللي سايق ما يعرفش ان في عربيه بوليس. فيبتدي ان هو يشوفه ويبقى معاه زي جهاز كده، لو لقاه معدي السرعه بيجري وراه ويقبض عليه ويوقفه، وحسب بقى السرعه ياخد يديله. وهنا في بقى قوانين، يعني انت مش مجرد مخالفه وخلاص، لا انت ممكن في حاجات معينه بتتسحب رخصه تقعد سنين ما تسوقش، وبوينتس ومش بوينتس، وبتروح المحكمه. يعني في نظام، والموضوع مش صعب. يعني الموضوع مش صعب، انت عندك عربيات بوليس وعندك دوريات وموقفهم في كل حته. يعني انت ممكن يبقى عندك حلو انك انت تساعد. المشكله الاساسيه في مصر ان مفيش قوانين، ولو في قوانين مفيش سياده قانون، مفيش تطبيق للقانون. فطول ما احنا عايشين
في بلد ما فيهاش قوانين وما فيهاش سيادة قانون وما فيهاش تطبيق عادل للقوانين، يبقى انت هنفضل نشوف حوادث كتيرة، سواء كانت حوادث موت، حوادث سرقة، حوادث نهب، حوادث عدم امان، ظلم، افتراء، حاجات كتيرة جدا جدا جدا. لان في والاخر النقطة ان الموضوع سهل، يعني انك انت توجد قوانين وتساعد في تشريع القوانين وتساعد في تطبيقها، ده مش صعب يعني. لكن انتوا مش هما مش عايزين، يعني الجيش مش عايز. وليه بقول الجيش؟ لان الجيش اللي بيحكم يعني، والجيش بيحكم مصر من سنة 53 بعد ما محمد نجيب عزلوه يعني. فهم مش عايزين قانون. اصل يعني ايه قانون؟ قانون يعني انت بقيت مواطن، يعني انت بقيت عندك نوع من انواع الحرية، عارف حقوقك، هيبقى عندك قانون تستخدمه في انك تطالب بالحقوق دي، وهتستخدمه في انك انت تدافع عن حقك وتقول لا وارفع قضية واعليها، وده القانون بيقول كذا. فهم مش عايزين، يعني بيقفلوا الباب من اوله، يعني من اوله كده مفيش قوانين عشان محدش يقول ده في قانون وده حقي ومش حقي والحاجات دي. فهم من اولها كده مش هيحطوا قوانين اساسا. فانت يعني انت ممكن تحط قوانين، يعني في عندنا اساس دكاتره كتيره جدا جدا، هم اللي اسسوا. يعني كان في اسم دكتور كده بس انا مش فاكراه، هو اللي عمل القوانين في الامارات وراح فرنسا استعانوا بيه في عمل قوانين، وراح الكويت عمل لهم قوانين المدنيه والتجاريه. وكان استاذ من اساتذه القانون. عندنا اساتذه كتير، وعندنا علماء كتير، وعندنا نوابغ كتير، وعندنا ناس بتفكر كتير. فالمشكله مش في الماده البشريه، المشكله في ان هم مش عايزين يستعينوا بالناس دي، ومش عايزين يبقى في قوانين في البلد، ومش عايزين يبقى في سياده قانون. وللاسف واللي انا حزينه منه وقلقانه منه ان الناس بقت كده هي كمان. يعني الناس نفسها بقت ديكتاتوريه في نفسها على المستوى الصغير، يعني كأن ديكتاتور بيحكمه، وكأن ده مرض انتشر في الشعب كله، وبقى كل واحد ديكتاتور في الدايرة بتاعته. يعني تلاقي مثلا مدير في مصلحة، وخصوصا لو مصلحة حكومية بقى ديكتاتور، عايز الناس كلهم اللي حواليه يوافقوه ويطبلوا له عشان يترقوا، وعشان خاطر يديهم مكافآت، وعشان خاطر ياخدوا مميزات. وهو ويقول لك انا يفرق معايا ما يفرقش معايا الانسان اللي هو ذو علم، او ان هو يمشي الشغل، قد ما يفرق معايا الولاء، وان هو يسمع كلامي، وان هو يوافقني، وانه ما يخلفنيش، وانه والكلام ده كان بيتقال كده وش يعني للناس. يعني انت عايز الطريق، اعمل كذا لمديرك. ما ده نوع من انواع الدكتاتوريه. انت كده بقيت دكتاتور، يعني انت كل واحد بقى دكتاتور في نفسه. فالشعب نفسه بقى كده. انت لما واحد تعمل بوست مثلا، وانا اعمل بوست واتكلم على حاجه، ويجي واحد يقول لي ما تخليكي يا نيفين في الامور العائليه مثلا ومالكيش دعوه بالسياسه، انت مالك انا هتكلم في ايه وما اتكلمش في ايه؟ ده رايي، ده واحد بيتكلم بطريقه ديكتاتوريه. يعني انت هتملي عليا انا اتكلم في ايه وما اتكلمش في ايه؟ وبقت الناس بتتصرف بديكتاتوريه طبيعيه تلقائيه كده. فعشان كده انت لما بتحاول تصحيهم وتقول لهم وانتوا بتظلموا وبيحكمكم دكتاتور كبير، ما هم شويه دكتاتورين صغيرين بقوا عايشين. طبعا انا مش بقول الشعب كله كده، بس في كتير كده. وللاسف الناس اللي بيمسكوهم في البلد، سواء كان الوزارات او المصالح او الشركات القطاع العام او المناصب، بينقوا الناس اللي زي دي. كانك انت عندك تمثال لرئيس الجمهوريه ديكتاتور، وعملت منه شويه نسخ ديكتاتوريين صغيرين كده، وحطيتهم في اماكن اللي هي تحكم البلد، بحيث ان البلد كلها تبقى محكومه ديكتاتوريين. وبدات تغذي نوعا ما، وبدات يعني تؤسس لفكره انك انت ان الظلم ده عادي، ان الغش ده عادي، ان عدم الامانه دي عاديه. اهم حاجه انك انت توافق راي مديرك، واهم حاجه انك انت ما تناقش وما تتكلمش، وتخاف على اكل عيشك وعلى قوتك وقوت عيالك، وتخليك ماشي جنب الحيط. طب ما انت ممكن تعمل كل الحاجات دي وبنتك تموت عشان 130 جنيه. ف... فايه بقى؟ فعلى الاقل موت بشرف يا اخي، بدام كده كده ميت، موت على قضيه بقى. يعني خلي عندك قضيه وخلي عندك كرامه، ما تموتش عشان 130 جنيه وتقعد تعيط في الاخر. انت عملت لهم ايه؟ انت كنت بتجدوا يعني ناس كتير كانوا بيشتموا الناس اللي بينزلوا في الثوره، كانوا مقتنعين حتى الان ان هم خونه امريكان. اصل الامريكان نزلوا بالملايين في الشوارع. الامريكان نزلوا بالملايين في الشوارع.
هم دول اللي نزلوا قالوا احنا متضايقين من العدل واللي كان بيعمله وحسني مبارك واللي كان بيعمله والتوريث والغلا والفساد ومفيش فرص عمل والبطالة وكل الحاجات دي اصل الامريكان اللي افتعلوها. فانتوا ودايما محسسينهم ان هم عايشين في جو المؤامرة، على طول في مؤامرة، على طول في مصر متنظرة، على طول مصر حد هيعمل فيها حاجة، حد هيفكر فيها حاجة، بصوا إسرائيل بتضرب إيران. يا جماعة الحاجات دي كلها سواء احنا سمحنا للقافلة تخش، سواء احنا كنا مع إسرائيل أو ضد إسرائيل أو مع أمريكا أو ضد أمريكا، سواء عملنا أي حاجة، الحاجات دي كلها تخطيطات من عالية قوي، هم ليهم مصلحة ما يعملوا حاجات معينة. فانك انت خايف تكون زي مين واصل في مؤامره، يعني مش كل واحد هيجي معاه مؤامره، احنا عايشين في مؤامرات من 52، يعني مش معقوله كل رئيس يطلع يقولك في مؤامره عشان يفضل قاعد على نفسنا لغايه لما يموت. يعني جمال عبد الناصر كان عندنا مؤامره، ما مشيش غير لما مات، وساعتها كان اتقتل، يعني هو اتسم يعني. السادات قعد يقول مؤامره 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 وما مشيش غير لما مات. حسني مبارك مؤامره مؤامره مؤامره، لولا ان الشعب خلاص جاب اخره وقعد 30 سنه وقعد اكتر من الناس اللي قبليه اتخلع يعني. والناس وفي ناس بقى اللي هم ناس اللي هم انا بسموهم الخونه، بيحاولوا يصوروا الثوره دي ويصوروا اللي حصل ده يوم اسود في مصر، وان ده فينك ايام مبارك وانت كنت يا ابو جمال ويا ابو مش عارفه مين واحنا افتقدناك. فعلا يعني الناس اللي زي دول او الناس اللي بيفكروا في مبارك ويتندموا على الحكم بتاعه بيفكروني بنوع من انواع المرض النفسي. كان في قصه حقيقيه حصلت في امريكا، مش فاكره حكيتها قبل كده في فيديوهاتي ولا لا. واحد خطف واحده وهي كانت صغيره في السن وكان مخبيها في البيزمنت بتاعه واغتصبها، وكان قاعد يعني كانها زوجته، يعني مع انها مش زوجته كان بيغتصبها، وكانت بتخلف عيال وبيموتوا منها، ويعني كانت مبهدله، وكان عايشه في البيزمنت. عاشت معاه 10 سنين، لما هم اخدوا على بعض كان بيسيبها تطلع في الدور اللي فوق، فهي ما كانتش بتهرب لغايه لما حد من الجيران شافها وعارف ان الراجل ده ملوش اسره وملوش بنت وملوش حاجه، فشك يعني ما وبلغ البوليس، والبوليس دخل قبض عليه وعرف ان هو كان مخبيها. فالبوليس بيسالها بيقول لها يعني ما الراجل الجيران شافوكي وانت طلعتي فوق وكان بيسيب البيت ويمشي، ليه ما حاولتيش تهربي؟ قالت لك انا يعني خلاص اتعودت على اللي انا فيه وحبيت الراجل ده، يعني انا ما كنتش يعني وصلت لمرحله ان هي حبت المغتصب بتاعها. طبعا هي البنت دي عندها مشكلة النفسية وحطوها تحت التأهيل النفسي. فالناس اللي بتدافع عن الرؤساء الفاسدين الظالمين الديكتاتوريين دي ناس انا بصنفها بالكاتيجوري دي ان هم عندهم مشاكل نفسية وان هم محتاجين يتعالجوا، لانهم بفتكرهم بقصة البنت اللي حبت المغتصب بتاعها ولما جات لها الفرصة ان هي مش عايزة تهرب. فالناس انا عارفة ان المواجهة صعبة، ان كلمة الحق صعبة، ان الدفاع عن الحق صعب، ان الناس بتخاف على اكل عيشها، الناس بتخاف على بيوتها، كلنا كده، ان في ناس بتفقد الامل. بس في الاخر يعني بلاش تضلل نفسك، على الاقل يعني كلمة الحق، يعني اعرف الحق، بلاش توصل لمرحلة انك انت تكذب على نفسك، بلاش تكذب على نفسك، على الاقل ابقى عارف الحقيقة. اعرف الحقيقة وقول لا اللي بيحصل ده ظلم بس انا مش عارف اعمل حاجة، اللي بيحصل ده غلط بس انا مش قادر اعمل حاجه، بس انا خايف اعمل حاجه، بس انا مش متاكد ان انا هعمل حاجه، بس انا ما عنديش امل ان انا اعمل حاجه وفي الاخر تكون عواقبها ايه. يعني خليك الانسان خليك صادق مع نفسك، فاهمني؟ لكن ما تكذبوش على نفسكم وتقولوا لا ده عادي اللي بيحصل، واصل فيه مؤامرات، واصل فيه مش عارفه ايه، واصل ده احسن حاجه جات لنا، وده اصل هو والبياده فوق راسي ويحيى يحيى حكم العسكر. يعني بلاش تضللوا نفسكم، وبلاش تبقوا دكتاتوريين، وبلاش تستحلوا الغش والسرقه. يعني انا اتضايقت جدا من حادثه حصلت ان اهالي، طبعا في صفحات جميله لذيذه يعني ترجمت الحته دي ان هي مدرسه مسيحيه بشعرها والستات كانوا بيضربوها مسلمين وشتموها انهم مسيحيين ومسلمين كالعاده. يعني اللي انا عايزه اقوله بس يعني ان في الاخر المدرسه دي يعني ما هي يعني بتاخد كام يعني هي بتاخد كام؟ يعني هي منعت الغش عن عيالكم مثلا، هيدوها مثلا مكافأة؟ يعني مثلا حد من امريكا او بطل مهجر هيبعتوا لها مثلا الافات؟ محدش بيعبر حد يعني.
يعني هي ست تعمل شغلها. النقطة ان الاهالي زعلانين بيضربوها عشان ما خلتش عيالهم يغشوا، وكأن الغش ده بقى عادي، وكأنه بقى حق مكتسب، وكأنها يعني اي حاجة. عشان وده اللي انا بقوله، الكذب على النفس. هما مش عايزين يقولوا ان عيالهم مش مذاكرين او مش مستعدين او ان هم حرامية. ما انت لما تبقى طفل في ثانوي تعلموا ان الغش عادي، ده كأنك انت بعد كده ممكن يسرق عادي. ما هو الغش، اللي يغش يسرق يكذب يعمل اي بلوى عادي. فانت كده انت الست اللي بتضربي مدرسه كده، انت ام فاشله، انت ما عرفتيش تربي عيالك، انت ما عندكيش مبادئ. عشان كام درجه بتعلمي ابنك او بنتك ان هم ما يكونش عندهم مبادئ، وجايباها في المدرسه اصلها مسيحيه واحنا عيالنا فمش عايزاهم يغشوا. منتهى التضليل للنفس والتضليل للعقل. زي ما قلت قبل كده، انتوا مش قادرين تعملوا حاجه ومضرورين، على الاقل ما تكذبوش على نفسكم، ما تعيشوش نفسكم في كذبه. اعرفوا الحقيقه واعرفوا قدر نفسكم. لكن اللي بيحصل ده صعب يعني. عزائي للاسر البنات اللي زي الورد، اللي ماتوا بشرفهم، ماتوا عشان لقمة العيش. عزائي لاهاليهم. يا ريت نتعلم من الدرس، يا ريت نفكر، يا ريت نفهم حقيقة الأوضاع اللي حوالينا، ونعرف احنا الحل فين، وبلاش نكذب على نفسنا. اشوفكم الفيديو الجاي.